بسم الله الرحمن الرحيم، وبنا نستعين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. صباح الفل، صباح التفاؤل، صباح كل حاجه حلوه على عيونكم. وحشتوني جدا جدا. كلامكم بيفرحني جدا ودعواتكم الجميله دي ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. كل كده تستغربوش من المنظر دوت. هقول لكم دلوقتي اللي ماسكه ده في ايدي ليه. بصوا انا كذا مره اعمل الفسيخ في البيت، والله العظيم كانوا بيحكوا ويضحكوا على الفسيخ بتاعي وعلى جماله. يعني كان كل بيشهد لي انه اجمل من اللي بيجيبوه من بره من الفسخانيه. بس هوب مره واحده كده حصل لي دروب، يعني الحمد لله مش عارفه ايه اللي جرى. لسه كنت يعني انا قعدت سنه بالظبط ما اعملش فسيخ خالص في البيت، وجات لي قرفه ومش طايقه اشم ريحه اي فسيخ. عارفه ايه اللي جرى بقى يبوظ مني. قبل الاخيره راميه 3 فسيخات قد كده بحالهم ورميتهم، ما حدش داق منهم حاجه. جيت عملته مره تانية برضو حصل مشكله فيه، مش عارفه ايه اللي جرى. يعني كان ريحته نشادر، فانتوا لو عارفين كانت ريحته نشادر ليه اكتبوا لي في التعليقات. فانا قعدت لمده سنه بحالها ما اعملش فسيخ، ما ملحش حتى السردين. اقسم بالله بالبرطمان بتاعه يوميها كان مش قادره اقول لكم كان عامل ازاي، كان صعب قوي مع اني انا كنت استاذه في الحاجات دي. المهم قلت بعد سنه بقى اشتقت ان انا اعمل حاجه زي كده، فقلت هجرب معاكم. فانا ما رضيتش طبعا اطلع معاكم الطريقه ولا اقول لكم انا هعمل ولا مقادير ولا مش عارفه ايه، غير لما اشوف النتيجه الاول. وانا بصراحه مش قادره ادخل افتح العلبه، خايفه مرعوبه زي ما اكون اول مره هعمل حاجه وهيبه من النتيجه تكون ايه. فما بدعي من ربنا ان هو المره دي يطلع حلو وما يطلعش ربنا ما يكسرش بخاطري ويطلع زي من سنه كده. وهنشوف دلوقتي هنعمله ايه. تعالى نشوفوا هيطلع ايه، ربنا يستر. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. سموا بسم الله. طبعا انا فضلت سد مناخيري بالدبوس لحد ما مناخيري ورمت وبقللت، ويقول لي طب شيلي الدبوس ده احنا هنشمه بعدين. اقول لهم لا، ما عنديش استعداد اخد صدمه تانية ومعدتي تتعبني تاني، لان انا معدتي حساسه جدا جدا. مجرد ان انا اشك في حاجه او مثلا حاجه كده ما تجيش على نفسي، معدتي اقعد كام يوم كده قطع الاكل وبتبقى حوسي حوسه. فانا كنت خايفه من الموضوع دوت. فلحد ما هم فتحت عليه وهم شموه قالوا لي والله ريحته زي الفل، ريحته جميله ما تقلقيش. راحوا شلين لي الدبوس من مناخيري. فطمنت لقيته الحمد لله ريحته ما شاء الله كانت جميله. بس انا كنت لسه هفتحه معاكم، ما كنتش لسه اطمنت على قلبه. المهم ان هو ريحته ايه، مش عاشيه نشادر ولا زي اللي هما يعني كانوا قبل كده. فانا لما بتبوظ منك حاجه مره واتنين وتلاته خلاص بتتعقدي بقى. وكمان مش بتتعقدي بس بتتعبي. فكانت المره دي بقى ايه، كانت مجازفه مني ان انا اعمل حاجه زي كده. لا وقلت بقى ايه، يعني قلت لهم ما شاء الله بقى، وعزمت بقى عامله عليه حفله. وقبلها بيوم كانوا يعني قالوا لي طب افتحي عليه نشوفه. قلت لهم لا، احنا نصطدم وناخد الصدمه وقت ساعتها، عشان لو لا قدر الله لو باظ ولا جرى له اي حاجه خلاص نقضوها رنجه. والسردين المملح اللي انا كنت عاملاه البساريه اللي انا كنت قايله لكم عليها، قلت لهم ما احزنش قبلها وهفضل حزينه وهفضل معدتي قلبه. قلت لهم لا، هو هيتفتح وقت الاكل وقت ساعتها. فقالوا يا بنتي عشان يعني مثلا نجيبه غيره. قلت لهم لا، هو سيبوها بقى على ربنا وهنفتحه عليه وقت ساعتها. ورحت فاتحه يعني حتى اول واحده كده انا بحب بصراحه بغسله. يعني في ناس كده بتروح فاتحه الفسيخايه وما شاء الله بتديها. انا لازم بغسله، يعني بكحت القشور الاول منه وبعد كده بشطفه من ملحه. ما شاء الله. لا والله الحمد لله. لا الحمد لله. طب ندوق طيب وهقول لكم ايه الطعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار ابيض على الجمال. لا روعه روعه اقسم بالله. الحمد لله ربنا ما خذلنيش الحمد لله. انتوا ايه رايكم في لونه؟ لا روعه ما شاء الله. طبعا الحوض مغسول مره واتنين وتلاته وحاطه فيجيتول عشان عارفه ان انا هنضف فيه. فيعني بصوا بيبقى انضف من الحلل.
مش مصدقه نفسي هنا ان هو طلع الحمد لله ريحته نظيفه. وطبعا انت مهما يعني بتجيبي فسيخ من حته مضمونه وكده مش زي تخليل البيت، يعني هو ممكن اي نعم ممكن يبوظ منك بره، بس لما بتعمليه مره وبتكون انت ضمناه مفيش حاجه عفت عليه كده ولا كده بتبقي بتاكليه بنفس. فده معلش سامحوني انا لو ما جبتش طريقته وطريقته انا عملته ازاي، انا هقوله لكم كده. ولو انتوا عايزين في مره تانية ان شاء الله طالما الحمد لله نجحت المره دي عايزين اعمله لكم يعني عملي كده قدامكم، هشتري ان شاء الله تاني واعمله قدامكم. فدول بصوا كانوا الثلاث بريات دولت كانوا كيلو وربع. فانا امنت السماك انا قلت له بالله عليك، هو عشان انا بصراحه ما بعرفش الفرق ما بين اللي هو فيه اللي هو مش عارفه اسمه الدبار واللي هو بتاع التخليل من اللي مش بتاع تخليل. فانا بصراحه يعني اقول لكم بصراحه ما اعرفش الفرق ما بينهم. فامنته قلت له بالله عليك عشان ما يبص مني، قال لي والله العظيم هو ده اللي بيتعمل الفسيخ. قال لي اللي راسه بتبقى مدوره ده كده هو دوت بتاع التخليل. فتوكلت على الله بقى، قلت ايه زي ما تيجي تيجي، رحت جايباه وغسلت النخاشيش بتاعته حلوة قوي قوي، وسبته حوالي 4 ساعات. فضلت يعني موقفة السمكية كده دماغها تحت وديلها من فوق ال3 سمكات لحد ما صفت ميتهم خالص. بصوا ولا حطيت بقى مناديل في النخاشيش ولا الكلام ده كله، سبته لحد ما صفى. حتى انا مخليلاه فيه ميه على فكره، يعني مش لازم نجففه قوي قوي، يعني مش لازم الكلام ده، اقسم بالله طلع جميل جميل جدا جدا. فانا بص انا بعمله وانا مستبيعه. فانا قلت بقى ايه يلا زي ما تيجي تيجي. فرحت كان سبته حوالي 4 ساعات. رحت جايبه ملح خشن، طبعا اهم حاجه يكون ملح خشن عشان يعني مش بيحدق معاكي التخليل في الاسماك والسردين والحاجات دي. فجبت ملح خشن فقط لا غير، ولا حطيت بقى معادن كار ولا كمون ولا شطه ولا ملح فقط لا غير. جبت النخاشيش بتاعته ردمتها بقى، بصوا لما حشرت فيها ملح لما قلت يا بس، وفي البطن بتاعته بقيت ازق النخاشيش كده وادخل الملح في بطنه من جوه. فمعلش سامحوني انا لو ما جبتلكوش الطريقه، انا ما كنتش ضامنه. فمليت بطنه ملح انا عشان كنت بصوا كنا مستعجلين بصراحه على اكله. فهنا يعني انا قلت ان شاء الله على 9 ايام بالكتير هنكونوا فاتحينه، عشان كان يعني في ظروف كده كنا عايزين ناكله قبل ال9 ايام دول. فعشان كده انا بصوا بقى درسته، يعني ما خليتش في حته في النخاشيش ولا في البطن ما فيهاش ملح. وهو ده بصراحه يعني يمكن كان سبب نجاحه. انا قبل كده ما كنتش بعمل كده، كنت بملحه من بره ويعني الله اعلم المرات التانية باظ مني ليه، يعني احنا بنتعلمه من بعضينا برضو. بس المرة دي الحمد لله سبب نجاحه ان انا حشيت. وانتي بقى بصي لو هتغيبيه، انا دوت 9 ايام، اليوم اللي احنا فتحنا فيه ده كان اليوم التاسع. انا قلت بصراحة زمانه مستواش وكلنا كنا قلقانين من الموضوع ده. فقلت يلا يا ثابت يا خابت، بس طلع الحمد لله ما فيهوش غلطة، طلع عادب زي ما احنا بنحبوه عادب. انت بقى لو بتحبيه مالح سيبيه لليوم العاشر، يعني يوم بيفرق معاكي، خلي بالك في الحدق بتاعه. سيبيه لليوم العاشر، بعد كده شيليه من الكيسه اللي فيها الملح والميه بتاعت التخليل بتاعته دي وحطيه في كيسه نظيفه. ايه الفسيخ عجبك؟ ايه رايك فيه؟ حلو. الله ينور. والله كنت حاطه ايدي على قلبي بالمرتين اللي عدوا دول، كنت حزينه. ولا بتاع الراجل ولا بتاع الفسخان. حلو بجد عجبك؟ طعمه جميل قوي. قولوا لهم حطوا اللايك بقى. حطوا اللايك بقى. وعلموا اللايك. طالي اكل طالي طالي ده كان عايز النزهه الفسيخ ده. المفروض النزهه الملتزمه. حلو الفلفل مش حامي الحمد لله. انا لسه اقترح عليا جيراني يوم المنتزه قالوا لي نعمله رنجه وفسيخ والكلام ده، قلت لهم بصراحه انا ما بحبش الحاجات دي.
زفاره بقى والدبان يتلم علينا بقى في الفسح دي. قلت لهم لا، مفيش انضف ايه من البيتزا. لو محشي ماشي لو احنا في بحر ولا في منتزه ولا في النزهه وعملنا حله محشي كده ولا حله مكرونه معاها كفته ماشي، لكن الزفاره بقى والحاجات دي ونبقى ريحتنا بقى ما يعلم بيها الا ربنا بتبقى صعبه قوي. فقلت لهم لا، ما ينفعش، خلينا ايه في النظافه احسن. فانا زي ما قلت لك، لو انت عايزاه حادق سيبيه يعني خليه اليوم العاشر وشيليه الكيسه اللي كان متخلل فيها وسيبيه يومين تانيين مع نفسه. ومره بقى ان شاء الله هنعملوا الاكله دي وناخدوها كده وناخدوا زينب ونطلعوا فوق السطح ان شاء الله عندها. بس هتعرفي تنزلي؟ انتوا اللي هتنزلوني. ربنا يستر. امسك ايديا واقعد على حرف السن. ربنا يستر. جربوا، ما عرفتش خلاص مفيش حاجه. وبقول لنورة يوميها قالت لي الله انا بحبه فوق السطح قوي. زقوا فيا ما اعرفش اطلع على السطح. حشري شوشو من الفتحه اللي فوق. انا هحذف الكلام ده. تتحشري في الفتحه. لا هتجيكي. زينب نفسها تطلع فوق السطح يعني، وخايفه من ساعه ما عملنا التين ده عشان الشتاء واللي بيجرى لنا في الشتاء وبيجرى لها والدنيا بتغرق. ف نفسها تطلع فوق السطح بس السلم مش مساعدها. هي عمرها يعني ما طلعت فوق السطح من زمان. فانا ان شاء الله هلبي لها الامنيه دي وهنسندوها ان شاء الله في يوم كده وهنطلعوا كلنا هنعملوا يوم حلو ان شاء الله كده فوق السطح. انا بحب القعده فوق السطح عند زينبو قوي. فهنعملوا اكله حلوه كده، حتى هنكونوا هنشوي اي حاجه حامله الشوايه فحم، ونكونوا نشفوا كفته ولا سمك ولا اي حاجه وهنشوها فوق ان شاء الله مع بعضينا. بس يا ريت لو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنسونيش باللايك وتشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. حبكم في الله. كان معاكم يوم جديد من ايام خدوجه، ويا ريت تقولوا لي في تعليق منكم كده ايه رايكم في الفسيخ. اضيفها لكم لونه عامل ازاي؟ ايه رايك يا زينبو؟ جميل، يسلم ايديك. ايه رايك؟ طلع خطير. والحض بتاعه طلع ايه؟ جميل حضه. بصي لونه، شايفه لونه؟ لونه بامبم جميل. الله ينور عليكي. يلا بالالف هنا والشفا. على قلبه. هنا زقزوقه كان ما شاء الله كان اكل ربع البصل، بيحب البصل الاخضر جدا جدا، والبصل التاني عامه يعني. مره قعد اكل بصل كميه بصل كتيره ومكناش نعرفه انه غلط يعني، بس تعبته جدا والغدد الليمفاويه اللي عنده تضخمت وعرفنا انه من البصل. بس الحمد لله جت سليمه. تعالوا كلوا معانا يا جماعه. اتفضلوا معانا. تروحوا زينبو تعالوا اتفضلوا معانا. يلا ماما. جميل. لا الحمد لله. الله ينور. ايوه. ايه رايك؟ ها؟ عجب زينبو اهم حاجه. من جديد. هنا هما ما كانوش جعانين بقى بصراحه، قلت لهم انتوا حرين. انا وزينبو كنا وعوعنا، كنا متنا من الجوع بقى. قلت لهم هناكلوا احنا وانتوا حرين بقى، اللي يجوع يحط ياكل. طبعا العيال ما ينفعش خالص ناكلوهم معانا يعني، كانوا برضو لسه شبعانين. فقلنا هناكلوهم بعدين نكون احنا اكلنا بقى ايه يعني. الاكل بيبقى من غير الاولاد بصراحه، وبالذات الاكله دي كده تاكليها بروقان ايه